السلام عليكم، مرحبا بمتتبعي قناة يعقوب المنصور. اليوم في هذا الفيديو الجديد من دوار العسكر بمدينة الرباط. في إطار مشروع إعادة تهيئة مدينة الرباط، قامت السلطات المحلية بعملية هدم دوار العسكر بمدينة الرباط على الطريق الساحلية. وتأتي هذه الخطوة في سياق مخطط شامل لإعادة هيكلة المجال الحضري للعاصمة، إلا أنها تواجه معارضة قوية من سكان الحي الذين يحتجون على قرار الترحيل، معتبرين إياه مجحفا رغم الوعود الرسمية بتوفير بقع أرضية لهم في التجمع السكني تمثنا بضواحي الرباط. ويعد دوار العسكر من الأحياء التي أنشئت في الأصل لإيواء أفراد القوات المسلحة الملكية بعد انتهاء خدمتهم، لكنه تحول مع مرور الوقت إلى تجمع سكني غير منظم. وبحسب السلطات فإن إزالة هذا الحي تندرج ضمن مشاريع التحديث التي تهدف إلى تحسين المشهد العمراني للعاصمة وتعزيز بنيتها التحتية. وفي المقابل يعبر السكان عن مخاوفهم من الترحيل إلى مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية التي اعتادوا عليها، مثل المدارس، المستشفيات، المرافق التجارية ووسائل النقل. كما يطالبون بضمان سكن لائق يتناسب مع عدد أفراد الأسرة والوضعية الاجتماعية لكل أسرة متضررة، مؤكدين على ضرورة احترام حقوقهم في الاستفادة من بدائل سكنية مناسبة لهم. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب في الفيديو والاشتراك في